تمكن أفراد وحدات الدرك الوطني التابعة لكتيبة الدويرة من الإطاحة بعصابتي إحياء خطيرتين تقومان بزرع الرعب والتهديد بالاعتداء على سكان الأحياء بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال، بالإضافة إلى ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى بلدية الدويرة، وخاصة بجانب المؤسسات التعليمية وكذا البلديات المجاورة لها. العملية جاءت على إثر معلومات واردة عن وجود مجموعات من الأشخاص تقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بواسطة مختلف الأسلحة البيضاء بزرع الرعب والهلع وسط السكان، مما خلق جو انعدام الأمن والسكينة العموميين بحي أبزي وبلدية الدويرة. استغلالا للمعلومات الواردة وتتبع حركات هذه العصابات الإجرامية مع تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلامات، تم التعرف على عناصر هذه العصابات وتحديد مكان تواجدهم ليتم وضع خطة أمنية محكمة ومداهمة مساكنهم بالتنسيق مع السلطات القضائية. أسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف 21 شخص أغلبهم مسبوقين قضائيا، مع حج 237 كبسولة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، وكمية من الكيف المعالج، مبلغ مالي قدره 9 ملايين سنتيم من عائدات الترويج الإجرامي، أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام والأصناف، وهواتف نقالة، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.